صوتك بيدل على أنوثة طاغية، وكعبها بيدل على رقة قلب. هي دي ماري باي باي. بس استنى، القصة أغرب مما تتخيل. سنة 1946 بدأت كرقصة في الكباريهات، وكانت تقعد مع العساكر الإنجليز تفتح لهم ازاز الشمبانيا على الترابيزة يعني. بس ده كان آخرها، وبعدين أول ما يتسطلوا تمشي من الكباريه، ولما العساكر يسألوا عليها يقولوا لهم ماري باي باي. ومن هنا جه الاسم اللي خلدها في التاريخ. بعدها أهلها عملوا لها مشاكل بسبب الشغلانة، والإنجليز كانوا لموا شنطهم ومشوا بره البلد، فاضطرت تشتغل كسجانة في أحد السجون المصرية. وقتها اتعرفت على ضابط في السجن واتجوزته وخلفت منه ولد وبنت. المهم دخلت عالم التمثيل واستخدمت ضخامة جسمها وشكلها غير المتناسق مع مقاييس الجمال وقتها عشان تضحك الجمهور. مثلت مع عادل إمام وسعيد صالح، وظهرت في أفلام زي البحث عن فضيحة، البعض يذهب المأذون مرتين، وكانت كل مرة تسرق الكاميرا من الفنان. يعني الست دي رقصت، سجنت، وضحكت أجيال كاملة. يا خبر اسود،